السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة سبورت المساكين. في هذا الفيديو سنتعرف سويا على ملخص ونتيجة مباراة نادي الاتحاد السعودي أمام نظيره نادي إشبيلية في المباراة الودية التي أقيمت اليوم ضمن استعداد نادي الاتحاد ونادي إشبيلية للموسم الجديد موسم 2024-2025. قبل أن نبدأ في التفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك جميع ما يخص ملخصات ومواعيد مباريات الأندية السعودية أولا بأول. ملخص مباراة نادي الاتحاد السعودي أمام نظيره نادي إشبيلية. ودخل نادي الاتحاد بتشكيلة في حراسة المرمى محمد المحاسنة، وفي خط الدفاع سعد الموسى ولويس فيليبي وفواز الصقور، وفي خط الوسط كانتي وفابينيو واللاعب عوض الناشري وفيصل الغامدي وأحمد الغامدي واللاعب جوتا وكريم بنزيما. إليكم أحداث المباراة. دخل نادي الاتحاد في المباراة بمعنويات مرتفعة من أجل الفوز على نادي إشبيلية، حيث أحرز نادي الاتحاد الهدف الأول عند الدقيقة 15 عن طريق اللاعب كريم بنزيما. واستمرت أحداث المباراة بضغط من نادي الاتحاد وأيضا الضغط مستمر من نادي إشبيلية، وتمكن نادي إشبيلية من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 35 لتصبح نتيجة المباراة هدف مقابل هدف. وسجل نادي الاتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب جوتا من صناعة اللاعب فيصل الغامدي، لتنتهي أحداث الشوط الأول بفوز نادي الاتحاد بهدفين لهدف. ويبدأ الشوط الثاني نادي الاتحاد دون أن يجرى أي تبديلات، وسجل نادي الاتحاد الهدف الثالث عن طريق اللاعب أحمد الغامدي عند الدقيقة 67 من صناعة من اللاعب كريم بنزيما، لتصبح نتيجة المباراة 3 أهداف لهدف. وسجل نادي إشبيلية هدفه الثاني عند الدقيقة 79 لتصبح نتيجة المباراة هدفين مقابل 4 أهداف. وانتهت أحداث اللقاء بهذه النتيجة. أنا أشكركم على حسن المشاهدة. دمتم في حفظ الله ورعايته.